السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم الحلقة راح اسوي بيها نرجيلة بطيخ بس طبيعي، مثل ما تشوفون البطيخة او الشمام المصريين يصقولها، فاحنا راح نسوي بيها هاي نرجيلة، يعني راح نخليها عن نرجيلة ونشرب بيها. بس المشكلة كبيرة، انا خايف لا تخرب. طبعا انا اول مرة اسوي هيك نرجيلة، بس قلنا خلينا نجرب والحياة تجربة. نبدي على بركة الله. وين السكينة؟ شلون اقصها؟ خليني اجيب سكينه واجيكم. طبعا اللي تحتاجه بهاي الهوسه هو بطيخه مثل ما قلت لكم، وسكينه وسليفون ومعسل بطيخ. معسل طبعا اي نوع، بس يكون بطيخ او شمام مكتوب، اي نوع، مزايا، فاخر، اي شيء، يعني اي شيء تريده انت، بس المهم يكون معسل بطيخ. مثل ما قلت لكم عود مال الاسنان. بس اقول لكم ايش راح اسوي بيها. هسه نبدي نقص هاي البطيخه. نبدي نقصها منين؟ نقصها ما ندري. نقصها منها لان هاي شويه هيك مدببه. نبدي نقصها يا وقفوا، بس شلون يعني هسه اول مره بدي اسويها. نبدي طلع خربانه هسه. اوكي. اوبا ايش عندنا هسه احنا؟ ندب هذا اللي بنصها. المهم مثل ما فرغت هاي شويه عجبتني، يعني من جوا احسن. مؤخر هاي شويه نعدلها. نستخدم هاي مثل ما قلنا لكم، ننظفها، نطلع منها هذا البذور او الحب اللي بداخلها. هاي البطيخه هسه قدامكم، شوفوها نظيفه وكامله وكل شيء ما بيها. شو اجيب هسه عيني؟ شو اسوي هسه؟ شلون اقعد المعسل؟ معسل منه يزرف؟ لا اوكي. نجيب عود مال اسنان، فاقول لك شلون. المهم نجيب عود مال اسنان مثل ما تشوفوها، نقعدهن هيك باعو مثل ما سوينا بالتفاح، يعني مثل ما سوينا بالتفاح. فراح شو نسوي احنا؟ هاي طبعا هاي تكفيكم سنة تدخلون بيها. شو سويت؟ شوفوا هيك سويت اني. خلي هيك فتحة صغيرة بالنص، هيك فتحة داخلية هنا بالنص. بعد ما سوينا هذا الشكل مثل ما تشوفوها تقريبا كملت، ما عاد نخلي كم وحده هنا وهنا. المهم نبدي نخلي المعسل هنا داير مدايره. اوكي، لا تخلوه المعسل يوقع جوا، خلوه داير مدار ذن العود. بعد ما سويناها وخلينا بباطنها شو اسمه معسل نعدله. فهسه شو نجيب؟ نجيب السليفون، نفتح نفتح هذا عملناه. اوكي، سليفون انا اعلمكم شلون تسووها، لان هو هذا السليفون ضعيف، انا اسوي لكم شلون تسووها. تاخذون هيك بهذا الطول بهذا الحجم، خلوها هيك تسوون. مو تسوون تجيبون شو اسمه عواد مال اسنان، تخلي واحده هيجي تطببها كلش ماشي، او لا تفوت جوا يعني تزرف البطيخه. فانت خلي من هاي الجهه هم، خلي من هاي الجهه هيك شويه تضبها، تسحبها هيك على مود تنضاب، وتضب هاي الجهه. بس انا اقول لك شو راح تضوجك شغله، يراد لك فد 6 فحمات على الاقل. وتظل توزع بعدين على كيفك. هلا ونيمو، هلا ونيمو. ها
يقول لي ها قام يحكي نيمو. هسه شوفك، هسه تعال هسه اخذك. خلي يشوفوك الناس، خلي يشوفوك. تعال خلي يشوفوك يا نيمو. قول لهم بابا، قول لهم هلا بابا. واحد قول لهم هلا وي. قول لهم هلا. يلا خلينا نروح هسه. كافي نوديك بيتكم. شوفوا شباب شلون صارت بعد ما كملت. هيك تصير، شوفوها بقت بس تزرفها وتخلي عليها فحم. طبعا بعد ما نكملها تزرفها. بيش تزرفها بعوده مال اسنان. تزرفها بعوده عاديه مال اسنان، تسوي بيها يعني ظروف مثل النرجيله الطبيعيه الاعتياديه. ونسيت اقول لكم شغله، جوا هم تزرفون هاي داري على مود تقعد، يعني تخلوها محفوره من جوا على مود تقعدوها، بس تكون يعني تحفروها حفره كامله بحيث من الداخل يشوفون المعسل. شوفوها من الداخل كون تشوفون المعسل. تبقى شغله واحده انه انت تخلي فحم. ما انا اقول لك كم فحمه راح تخلي حبيبي، تخلي من 6 فحمايات الى 10 فحمايات، لو 6 لو 10 بكيفك. هي راح تخلص الفحم مالتكم. بس شنو يعني يشربون منها، تشربوها انتو ك10 اشخاص، تقعدون 10 اشخاص وما تحترق وما تخلص. والله شكلنا راح نعلقها ورا الفطور. اوكي بس نخلي فحم وشده بالستوته. اوكي حتى عالميه طبعا على فكره، وما اعرف يعني نجربها واقول لكم. نروح نجربها بس ورا الفطور. وهاي بعد الانتهاء طعامها بشده بصراحه. شوف شويه تعديلات، عندنا تعديلات بسيطه نبديلها. ها شوفوا على مود تقولون كذب. هاي على عنادكم. شباب اذا عجبتكم الحلقه سووا لايك، واذا ما عجبتكم سووا ديسلايك. ومثل ما تشوفون نرجيله فول اوبشن بطيخ، نفس فول اوبشن، طعم لذيذ. حطيت مي بارد جوا وش اسمه وقعدتها وخليت 6 فحمات، بس طبعا تاخذ منكم هواي فحم، بس احنا بالسنه مره نسويها. هاي تفيدكم بلمه عائليه. هاي النرجيله ما تحترق، يعني ما تظل تخنقك ويعني وما تخلص، تظل من نار الصبح ما تخلص، بس يرادك فحم وايد. لا تنسون تسوون لايك على صفحتي على الفيسبوك اسمها يوميات واحد عراقي. لا تنسون تسوون اشتراك للقناه. هذا رابط صفحتي على الفيسبوك، شوفوا اسمه www.facebook.com/iraqday. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا بحلقات جديده.